وانت يا ساسة بقى بقيتي في سنة كام دلوقتي؟ سنة رابعة ابتدائي يا طنط. وعاملة ايه في المدرسة يا حبيبتي؟ الحمد لله يا طنط كويسة. ازيك يا كتكوتة وحشاني. هو انت فاكرني لسه عيلة؟ ده انا عندي 11 سنة. من لمطتك انتي. ماما زمانها جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات. ومساء الفل عليكم واسوأ مشاهد طلبة ثانوي وجامعات من أفلام ومسلسلات مصرية، ونبدأ مع رحلة الفنان أحمد عبد العزيز في التعليم بداية من المرحلة الثانوية. ايه موقع الام من الاعراب؟ مدام تبقى مفعول به، ومدام بقى الام مفعول به يا ابله، يبقى الاب ايه؟ فاعل. إفيه جميل ما تقولوش تاني. احنا اسفين قوي يا ابله. هنقول ان دول طلبه فاقدين ومش ملتزمين باليونيفورم، بس استاذ احمد عبد العزيز لابس قميص وبنطلون حلوين اهم جمال عادي، يعني الراجل اللي جنبه برضه لابس قميص وبنطلون. ليه الراجل ده بقى لابس الزي الرسمي لمشجعين منتخب السنغال؟ وبعد ما الفنان احمد عبد العزيز اتخرج من الثانويه بحمد الله وراح بقى كليه الهندسه. انتوا بتهببوا ايه؟ ليك وحشه كبيره قوي قوي قوي. انت اللي ليك وحشه والله. لا وهتوحشني اكتر لما نتخرج السنه دي. تتخرجوا من انتوا دفعتكم لواءات. بقول لك ايه، انت خطبت بنت عمك ولا لسه؟ اوعى تنسى يا احمد تعمل الفرح وتعزمني. انا معقول؟ امال مين اللي هياكل الاكل بتاع الفرح؟ بيس يا مان بيس. احمد ازيك؟ على فكره انا اتصلت بيك في البلد عشان ابارك لك لما عرفت ان انت طلعت الاول. اكيد طلع الاول في مسابقه الموظف المثالي. حلمي ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وحشتيني. ما انا لو كنت صحيح وحشتك كنت سالت عليا. ستوب، ايه ده؟ حلمي ده طالب في كليه هندسه، حسبي الله ونعم الوكيل في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. قول لي يا حلمي، مين دي؟ دي ساره. بني ادم، ما انا عارف انها ساره. بقول لك على اللي واقفه ورايا دي. وانا عارف ان طلبه هندسه بيشقوا كل حاجه، بس مش لدرجه ان تجيب لي طالب مسن. بقول لك على اللي واقفه ورايا دي مها. انت هتشلنا يا حلمي؟ ده انا اللي هتشل. استاذ احمد معلش لو ما فيهاش اساءة ادب، بس ليه نروح الجامعه بشنطه عده السباكه ايه ده؟ لا اله الا الله يا بابا، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا يا حاج؟ روح اقبض معاشك واتكل على الله عشان تلحق ميعاد الدواء. ونروح المشهد اللي بعده مع استاذ احمد عبد العزيز برضه لما ساب الجامعه وراح بقى يذاكر في البيت. الساعه كام يا باشمهندس؟ 11:30 يا بابا. بابا انت اللي بابا والله. كنت فين لغايه دلوقتي؟ اظن هتقول لي كنت بتذاكر. ايوه فعلا كنت بذاكر. المذاكره دي ما تنفعش الا مع اصحابك، وانا مش عرفني اساسا انك انت كنت بتذاكر. بابا بلا بابا بلا زفت. هو بلا بابا بلا زفت فعلا، لان الفرق ما بينهم تقريبا ما يعديش 5 سنين. يا بابا انا ما كنتش بلعب، حتى ممكن تتصل باي حد من اصحابي اللي كنت بذاكر معاهم. طلبة اللي بشنبه دول انا نفسي اعرف. اتفضل ادخل على اوضتك. ايه يا سالم مش هتتعشى؟ يا فهمي اسكتي لو سمحتي، لو سمحتي تسكتي. ايوه بس ده لسه صغير. لسه صغير يا دوب، عنده 55 سنه بس. انجغه يا كلبوزة يا صغنن يا ابن المحظوظة. ونسيب بقى استاذ احمد عبد العزيز ومراحل التعليم نستفيد منها بس نسيبها ونمشي ما نجيش جنبها تاني، ونروح لمشهد تاني مع الفنانه نهال عنبر. وانت يا ساسة بقى بقيتي في سنة كام دلوقتي؟ سنة رابعة ابتدائي يا طنط. ايه ده؟ ازيك يا ساسة؟ ازيك انت يا طنط؟ اتفضلي يا حبيبتي. انا قلت الابله فريده لازم انزل اشوف طنط عزيزه عشان وحشاني قوي. طنط لما تنططك يا بعيده. ازيك يا كتكوتة وحشاني. ايه فينك من زمان؟ انا كل ما باجي هنا ما بلاقش. دايما بيبقى عندي شغل، بس المره الجايه لما تيجي الابله فريده قولي لي وانا استناكي، واخدك من ايدك واجيب لك نوجه وعسليه والمظيه واسقيكي صوبيا كمان. هو انت فاكرني لسه عيله؟ ده انا عندي 11 سنه. اكيد 11 سنه ضوئيه من بتاعه الفضاء. من لمطتك انتي. مخصماه. وابعد عننا مش طايقاك، سيبني مش عايزه ابقى معاك. وعاملة ايه في المدرسة يا حبيبتي؟ الحمد لله يا طنط كويسه. بتذاكري كويس؟ يا طنط الحمد لله. مدرسه ايه المخرج ده؟ ايه اخبارك يا قطه؟ لسه برضه لمضه؟ دي بغله قطه ايه؟ اولا انا مش لمضه يا ابي، وكمان ما تقوليش يا قطه، انا مش عيله صغيره. الحمد لله ظهر الحق واعترفت على نفسها بنفس ذات نفسها، قالت لك مش صغيره. طيب يا ستي ولا تزعلي، انت كبيره كده بقى نبقى خالصين. تيجي ننزل اجيب لك شوكولاته؟ تجيب لي الشوكولاته لا بلاش يا ولد. ونسيب طنط ساسه دي ونروح بقى للفنان جمال عبد الناصر ايام ما كان شاب يافع كده في الجامعه. ما تشوفنا بينا بقى عشان نروح اي حته. جرايه يا منى، مستعجله على ايه؟ طولي بالك شويه. جرى ايه يا منى؟ طولي بالك، اصرح شنبي الاول اللي نازل على بقي ده. وبعدين احنا مستنيين هدى. هدى بس؟
وبعدين بقى عم سكت البت دي جرى يا منى ما بلاش غتاتة. ولد عيب اسمه جده عمرو، فين احترام كبار السن والمسنين؟ جرى يا منى ما بلاش غتاتة. باكد بس عشان اللي اتهم مني في الفيديو، دول المفروض طلبه في الجامعه، دول طلبه في جامعه. انا خايف عليك، بحوش عنك الواغش اللي تقصدهم دول زمايلي وزمايلي، وكفايه ان هم بيحترموا مشاعر زميلاتهم وزملائهم. جامعه الشباب، شباب القلب تقريبا. نسيب المشهد ده ونروح للمشهد اللي بعده، يعني جايز الامل فيه. خلاص يا هناء هاني، كلها السنه الجايه واخد البكالوريوس وساعتها تقدم لك رسمي. ايه ده، الاتوبيس ده كله تلميذ؟ خطوبه يا استاذ، والجواز بعد التخرج زي ما اتفقنا. تخرج ايه؟ انتوا تتخرجوا من الدنيا بمنظركم ده. انت عارف يا صابر ان الجامعه دي امنيه حياتي. وانت عارفه يا هناء انها امنيه حياتي انا كمان. وامنيه حياتي انا كمان. بعد التخرج اتوظف واعاونك بقى بتكوين شقتي. قصدك تربطنا. بصراحه يا حبيبتي انت تستاهلي قصر مش شقه، وساعتها هتكوني حرم صابر محي الدين، اكبر مهندس ديكور في البلد. لا ما تحاولش، ما انت مش لما تلبس لي طقم جينز من بتاع حنفي القبهه ابقى كده خلاص اقنعتني انك شاب في الجامعه. ونسيب الشباب المسن ده ونروح لمشهد بعده مكتوب عليه عندي ثانويه عامه، خلينا نشوفه فيه ايه. صباح الخير يا عم خليل. اهلا يا استاذ اشرف، مبدر كده ورايح على فين؟ رايح اشوف النتيجه بتاعت ثانويه عامه يا عم خليل. ثانويه عامه ايه ده؟ اكيد الراجل الفكهاني اللي وراك ده بيرش الفاكهه هرمونات وانت بتاكل منه كتير. ناجح باذن الله. ربنا يسمع من بقك يا عم خليل. ربنا هيدي لك على قد جهدك ومجهودك يا ابني. لا حاج يقول له ربنا يديك على قد سنك وطولك. ناجح باذن الله يا ابو عزيز. ايوه يا اشرف، انا جاي اهو وهجيب محمود معايا. عبد العزيز ايه ده؟ دفعه عرابي. ازيك يا عمر، ايه الاخبار؟ مبروك يا اشرف. الله يبارك فيك. 65%. 65% ومبروك، والله زمن المجاميع الجميل. وانا 92%. انا خايف اكون جبت مجموع كبير. 55%. تاكدوا من الراجل ده صاحبكم ولا كنترول او مباحث، لان يعني اكيد مش حافظ الكشف كله بالتفصيل ده. الغريبه برضو ان الحاج عبد العزيز ده كان موجود برضو في مسلسل البخيل، وانا كان صاحب وائل نور وبرضو كان طالب ثانوي. نفسي اعرف ايه المقومات اللي في الراجل ده، الشكليه، مقومات الشكليه والبدنيه اللي مخليه المخرجين مقتنعين بيه قوي ومركورينه في دور طالب الثانوي. يا خبر يا ولاد، دي تبقى خيبه لو نجح. ونسيب المشهد ده ونروح لمشهد تاني مكتوب لي عليه برضو الجامعات الخاصة، خلينا نشوف فيه ايه. صباح الخير. هو في ايه؟ بقول لك ايه، ما تقوم من هنا. هو انت ايه يا شادي اللي انت عامله ده؟ ما تقعد كويس زي بقيه الطلبه. هو شهاده اكاديميه زي بقيه الطلبه دول؟ ده احنا هنشوف ايام سودة. طب ده طالب عادي وده يعني طالب كبير شويه، بس طالب برضو عادي. زعيم المافيا اللي قاعد معانا الاستاذ فيتو كورليوني اللي قاعد ده من جاد فازر، حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ لو الانقح من كده ان علا غانم دكتوره ومحمود ابيل رئيس الاكاديميه اللي هو الطالب اساسا اكبر منهم يجي ب 20 سنه. ونسيب العيال التوتو بتاعت الجامعات الخاصه دي ونروح بقى ايه للجامعات الحكوميه العاديه. شفت الصاروخ اللي عدى ده؟ صاروخ ايه بس يا ابني؟ دي البت دي اللي هتقش السنه دي. واضح يا سعيد ان الدفعه الجديده دي حلوه قوي. خد يا محسن خلي الكتاب ده معاك. طب ده طالب عادي ماشي، قديم شويه بس طالب عادي شرعي. ده برضه طالب هندي، تمام هندي بس طالب في النهايه. الحاج محسن مدير عام مصلحه السجل المدني. ايه حضرتك جاي هنا تهبب ايه؟ يا شباب انا مش فاهم محسن اتاخر ليه لغايه دلوقتي. انا خايف بس لحسن يكون اتمسك بالحاجه اللي معاه. لا هو اكيد اتمسك، لان ده مش منظر طالب. اهو وصل اهو. مش قلت لكم ايه يا ابني علقتين عليك؟ ايه يا شباب اتاخرت عليكم ولا ايه؟ بس ما تقولش شباب بس، انت كداب كدب بشع. حد ممكن يقول لي في بلاوي زرقاء كتير ومشاهد منها ب 60 نيله زي عاطف السكري في مسرحيه العيال كبرت، وفي عندنا برضو على باب الوزير عادل امام ويسرى، لكن كل دول ما يجوش حاجه جنب المناظر اللي تحبس دول. عزيزي المشاهد دول طلبه في اعدادي والمخرج بيقدم لهم لنا على انهم طلبه في اعدادي، والمشهد ده جبناه في الفيديو اللي فات، ممكن ترجع تشوفه، هسيبه لك هنا دلوقتي ارجع شوفه فورا. ده فيديو مليان اخطاء لافلام مشهوره، افلام انت شفتها وانا متاكد انت شفتها، ومليانه اخطاء يعني ساذجه جدا. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.